السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعيني الأعزاء، كنتمنى دائما تكونوا بأفضل الأحوال وانتم كتشاهدوا معنا هذا الفيديو. أول حاجة كنبغي نشكركم دائما على التعاليق ديالكم، التشجيعات ديالكم، شكرا لكم. واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس. إذا إخواني أخواتي، اش غنقول لكم؟ كيف ما عرفتوا، كيف ما هضرنا وكيف ما تكلمنا، وكنت قلت لكم امس انا غادي نتكلم على شي حوايج اللي في الخليج بخصوص دنيا باطمه. بطبيعه الحال الخرجه ديال دنيا باطمه كيف ما قلنا كانوا الناس نكونوا صريحين، بزاف الناس اللي تعاطفوا معاها في الخرجه اللي كانت خرجات في الفيديو مع الاخت ديالها. ولكن من بعد ما خرجات هذيك الخرجه في العرس ديال البارح، اللي صراحه خدات راحتها في داك العرس، ما احترمت لا هذاك العرس، ما احترمت لا العروسه لا العريس. واخا تكون هذاك العرس غدا لي فابور، واخا يكون داك العرس هذيك السيده فانز ديالك او على الاقل خصك تحترميها وتحترمي العرس ديالها وتادي الواجب ديالك وتنشطي الناس، ماشي تبركي يعني تشدي عرس بحال انت اللي دايراه وتبركي تكلاشي في سعيده شرف. سعيده شرف عاطيك باتساع، سعيده شرف ما مقرباش ليك، كيتك انتي اللي دابا كنشوفك تابعاها وكتلغطي موراها، مع انه السيده ما لاحقك بتا شي حاجه. عادي الانسان كي يحس براسو انه تضرر كيلتجئ للقانون. واش دابا خوتي الناس اللي التجؤوا للقانون اولا الناس اللي مشاو طالبوا بالحق ديالهم، واش هادشي هذا كيتسمى ان هاد الناس كيظلموا عباد الله وكيدخلوا عباد الله للحبس؟ انا ما فهمتش. شي نقافات وشي محسوبين، يعني من دوك كيقولوا على راسهم انهم مشهورين وما مشهورين غير بالشوهه والفضيحه. بطبيعه الحال كتقول لك والله ياخذ الحق في اللي كان السبب. كيفاش الله ياخذ الحق في اللي كان السبب؟ واش دابا المخزن ولا كيظلم عباد الله ولا كيتعدى على عباد الله؟ واش دابا اللي بغى يمشي ويطالب بحقه كيولي ما مزيانش، ما كيسواش؟ على نتوما ملي كتمشيو وكطالبوا بحقكم وكتنوضوا وكتقولوا فلانه نض شهرت بينا، فلانه نض دوات علينا في المواقع، واش هذا غلط؟ بطبيعه الحال كتخرجوا كطالبوا بالحق ديالكم، لان القانون بطبيعه الحال هو اللي كيحمي المواطن. وراه هادشي اللي دارت سعيده شرف. كون السيده ما لقاو عليها حتى شي حاجه واخا تشكي، كون السيده ما لقاو عليها والو، ما غاديش تدخل وما غاديش تحاسب. ولكن في نظركم واش هادشي دابا اللي دازت منه، واش في نظركم عطاها درس؟ واش دابا في نظركم زمم لها داك الفم عندها وداك التبرهيش ديالها؟ بطبيعه الحال ما غير فيها حتى شي حاجه، بالعكس السيده غير ما خرجت عدوانيه اكثر من الاول. باش نجيكم من الاخر، السيده خرجت عدوانيه اكثر من الاول. كيقول لك الناس وراه خرج فيها البراس في الحبس. لا خوتي، دنيا باطمه هادي عامين باش خرج فيها البرص، وهذا الشيء كنت طرقت ليه في القناه ديالي الكبيره، وكنت انا من الناس الاوائل اللي تكلمت وقلت لكم بان السيده راجاها البرص، كان بادي في ايديها وفي جيت الحجبان ديالها وشويه في الجبهه ديالها. يعني هذه عامين باش السيده يعني خرج فيها البرص، يعني ماشي تا دخلت الحبس او لا تا هذه، لا لا، السيده هذه تقريبا عامين. ومع ذلك الانسان ما بغاش يحشم. السيده كانت كتنوض، كانت كتشجع دوك الصفحات اللي هي دايره ليهم ابوني ودايره ليهم متابعه وكتدخل عندهم وكدير لهم اللايكات، كانت كتشجعهم مني كانوا كيعيروا سعيده شرف بالبقره. وها انت دابا انت وليتي غليظه وليتي كتباني بحال البقره. اشنو دابا حتى حنا نوضوا ونقولوا لك البقره ونحطوا تصاورك ونحطوا البقره حداها ونبركوا نعيروا فيك ونسبوا فيك، ودخل سعيده شرف حتى هي دير لينا لايك؟ ولكن حنا لا، حنا ماشي من داك المستوى، حنا ماشي من داك المستوى. اي واحد كيقدر انه يغلاض وتجي ظروف واكتئاب والادويه ولكن الانسان خاصو يتعظ شويه، يراجع النفس ديالو، يقول انا شوف انا كيفاش كنت كنضحك على سعيده شرف وكنت كنقول لها البقره حيت كانت غليظه. مع ان سعيده داكشي ما غير فيها حتى شي حاجه، بقيتي تقولي البقره حتى الصباح انت وتريكتك. في الاخر اش دخلتي انتي للحبس، خرجتي بحال كثر من البقره كاع، عينيك ما بقاوش كيبانوا، عينيك تسدوا من كثره الغلط. اشنو غنوضوا نتنمروا عليك ونوضوا نضحكوا عليك؟ ولكن غير كنقولوا لك راه ان الدنيا دواره، راه الانسان ما يتشفاش والانسان ما يضحكش على خوه، لان تقدر تدور الدنيا وتطيحي في نفس الشيء اللي طاح فيه هذاك الانسان اللي انت كتضلي تشفي فيه. حنا اللهم لا شماتة، حنا ما كنتشفاوش، بالعكس
حنا قلنا لك ديري شويه الريجيم، حاولي تعيشي حياة طبيعية، حاولي تنسي عليك الناس، حاولي تفكري في راسك، تفكري في مستقبلك، مستقبل بنياتك، حطي واحد الهدف حداك وخمي في راسك، وان شاء الله غادي تنقصي من دول الاكتئاب ومن بزاف ديال الحوايج وترجعي ضعيفه شويه. ما تضعفيش بزاف وما تغلاطيش بزاف، بين وبين غتولي زوينه. يعني الانسان غير يبعد، بعدو من بعد يا دنيا من هذوك الناس. انا راه ما عرفتش اشنو دابا، انا شبالك انا نقول لك واو برافو دنيا باطمه، وناري وصرعتي مني خرجتي كتكلاشي سعيده، وناري سطيتي وهاكك برافو دنيا باطمه، بردتي ليا القلب دنيا باطمه، هاكك شتفي عليا عطيها وعطيها في نظرك انا كنبغيك هكا. لا لا اختي، انا ما يبغينيش الانسان بحال هكا، لا كان كيصفق ليا وكيشجعني على المنكر، لا، هذاك الانسان اللي كيصفق ليا وكيشجعني على المنكر داك ما عندي ما ندير به. هذاك اللي كيدفعني ويجرني للحافه باش نعاود نطيح، هذاك الانسان خصني نشطبه من حياتي. ولكن انت للاسف الشديد شطبتي بزاف ديال الناس، ولكن حكرتي وخليتي الناس اللي بطبيعه الحال اللي كيجروك للحافه وكيبغيو يطيحوك على زنافرك، وبصحتك بهم، الله يعاونك بهم. غادي نرجعوا للموضوع ديالنا اخواني اخواتي. بطبيعه الحال شفتوا الخرجه ديال الفنانه احلام اللي حطات الصوره ديال الفيديو. راه قلت لكم خوتي الناس في الاول بزاف تعاطفوا معاها، ولكن الخرجه اللي كانت البارح كانت خارجه غير غير مرغوب فيها. خارجه اللي غادي ترجعك عاوتاني للور، غتشدك وغترجعك وتقول رجعي لبلاصتك فين كنتي وفين كانوا كيعرفوك الناس بالمعاطي وحشي الهضره. المهم كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي، شفنا احلام، شفنا مي العيدان، تكلموا على الخرجه ديال دنيا باطمه. حنا كنعرفوا احلام وهي عارفه مزيان اخواني اخواتي العلاقه اللي كانت كتربط احلام بحاله الترك، وكانت يعني عندهم واحد العلاقه، وكانت عندها علاقه حتى مع محمد الترك اللي هو الطليق ديال دنيا باطمه ومنى الصابر. وكانت احلام ضد داكشي اللي كانت دارت دنيا باطمه في الخرجات ديالها ضد منى الصابر، وايضا كانت كتعاطف مع منى الصابر، وكانت بغات يعني حاله الترك انها تصالح مع الام ديالها. دابا الحمد لله تصالحت مع امها، وكيبقى غير الانسان اللي كيخرج العيب. وللاسف الشديد ان منى الصابر بطبيعه الحال ما خرجتش هي، ولكن خرجت وحده من الفانز ديالها اللي سولوها واش سامحتي لدنيا باطمه، وقالت لهم بانني ما غنسامحوهاش على داكشي اللي ارتكبت في منى الصابر. يعني الميساج باين، راه مني ما كتخرجيش انت كتخرجي شي حساب اللي بطبيعه الحال عندك علاقه معاه ودايره ليه فولو، راه بحال كيدوي بالاسم ديالك، وداكشي اللي دايره دنيا باطمه مع ديك الحساب ديال القايده. فهي كتكلم يعني داكشي اللي ما كتقدرش تحطو دنيا راه كتحطو الاخرى في الحساب. فسيده ما مسامحاش ليها على داكشي، رغم ان السيده دخلت الحبس وداكشي ما سامحتش ليها. يعني عادي اي ام غاديش تسمح لشي واحد كان عنده يد في داك الاجرام اللي دار لمنى الصابر. فاحلام انا جاتني الخرجه ديالها كرسالة لدنيا باطمة، ماشي كتضامن ولا كتبت أنا أعلن تضامني ولا على سلامتك يا دنيا باطمة، لا لا لا. فهنا كيف ما كتشوفوا احلام قالت لها ربي يخليها لهم ويخليهم ليها، الام كنز لا يعوض. دنيا باطمه تفاجئ بناتها بعد خروجها من السجن. انا ما فهمتش هذيك دنيا باطمه تفاجئ بناتها بعد خروجها من السجن، هذيك هي اللي خلاتني نطرح علامه استفهام ونقول ان هذه الخرجه هذه ماشي بريئه ديال احلام، لان اول حاجه ما قالتش لا على سلامتك وان شاء الله تكون اخر الاحزان. ودنيا باطمه فهمت الميساج مزيان ديال احلام. شي دنيا باطمه مني ما حطاتش احلام في حسابها، مع ان راه ملي كنتكلموا على احلام راه كنتكلموا على ملكه الخليج في الغناء. يعني راه عندها بلاصه اللي مكانه اللي هي معروفه في دول الخليج وفي الدول العربيه. ف مني
كون كانت النيه ديال الاحلام زوينه، كانت بطبيعه الحال كونوا على يقين ان دنيا باطمه غادي تحطها في الحساب ديالها، وغادي تبغي تفتخر ان احلام راه ضامنت معاها ووقفت معاها. ولكن دنيا باطمه عارفه مزيان ان هذيك حشيه ديال الهضره ديالنا حنا التمغربيت، حشيه الهضره. يعني قالت لك ربي يخليهم ليها، يخليها ليهم ويخليهم ليها، الأم كنز لا يعوض. هنا قالت بأن الكنز لا، الأم كنز لا يعوض. يعني أدنيا باطمة تفكري النهار اللي داكشي كنتي دايره لمنى الصابر وحرمتيها من ولادها، وهما تحرموا من حنان الأم، والدراري يعني دار لهم غسيل المخ. يعني راجعي نفسك، لان كون كانت احلام عندها واحد النيه صافيه ما غاديش تكتب ديك دنيا باطمه تشجع بناتها بعد خروجها من السجن. يعني الانسان ما كاينش لاش تذكري الناس بالخروج ديالها من السجن، ما كاينش لاش تذكري. اشنو زعما اللي خلاك تذكري هذيك الخروج ديالها من السجن؟ كان بامكانك تقولي لها في بلاصه ما تكتبي دنيا باطمه لحظة لقائها ببناتها بعد خروجها من السجن، كان بإمكانك تكتبي إن شاء الله تكون آخر الأحزان وانتي فنانة وهذه، وتكتب لها كلمة زوينة. ولكن لا، هذيك كانت حشية ديال الهضرة. زائد أنه مي العيدان حتى هي خرجات بواحد التدوينة اللي كتقول فيها أنه أنا وخا ماشي غنحس بداك الشيء اللي حسات به زعما دنيا باطمه مع بناتها، وداك اللقاء اللي كان بينها وبين بناتها. علاش زعما واخا ماشي انا لان دنيا باطمه كانت كتعاير مي العيدان وقالت لها بانك عاقره وما كتولديش، يعني كانت كتعايرها بالعاقره. فتا الاخرى حتى هي راه ما خلاتش ليها، راه صحفيه راه كتنتقد، راه اي صحفي كيقدر ينتقد واحد الانسان، ولكن الا كنتي انت فنان ومطور ومجبد ما غاديش ترد عليه بالاساءه، تقدر ترد عليه بالفن ديالك، تحشمو تمرقو بحال هكا. اما باش تنوض هي انتقداتك وتنوضي انتي تقولي لها سيري يا العاقره يا الفاعله يا الصانعه، فهذه حاجه اخرى. يعني هاد التدوينتين اللي كانوا ديال الفنانة أحلام وأيضا ديال مي العيدان ليسوا يعني بتدوينات يعني اللي فيهم البراءة، أو لا يعني بواحد النية اللي هي زوينة. زائد أنه شفنا أن حتى فاش خرجت دنيا باطمة من السجن كنشوفوا أنه فاش كانت دنيا باطمه والمحاكم والاحكام وبزاف ديال الحوايج، كنا كنشوفوا الصحافه الخليجيه والعربيه كيتكلموا على هذا الشيء هذا. دابا كنشوفوا ان بعد ما خرجت من السجن كنشوفوا حتى شي صحافه خليجيه انها تكلمات على هذا الموضوع، او لا قالت خروج دنيا باطمه من السجن، او المشاركه ديال هذاك اللقاء المزور الاول اللي كان بين دنيا باطمه وبناتها. يعني الصحافه الخليجيه ضاربه الطم على دنيا باطمه بحال ما كانتش كتعرفها، كانت كتشارك معاهم بطبيعه الحال، كانوا كيشاركوا القضيه ديال حمزه مومبيبي، الخرجات ديالها بطبيعه الحال في خصوص القضيه ديال حمزه مومبيبي، المحاكم، الاحكام، بزاف ديال الحوايج كنا كنشوفوا. ها العربيه، ها الاي تي بي العربيه، ها الام بي سي، ها ما عرفت اشنو، اي قناه غابره ديال الدول العربيه ولا ديال الخليج كانت كتحط على دنيا باطمه. عكس دابا شفنا كلشي ضارب عليها الطم. واش هذا في شي ميساج او لا في شي رساله؟ الله اعلم، ما غنقدروش. ولكن من هنا الامور يفوت يعني سيدنا رمضان، ديك الساعه اللي غادي يبداو الحفلات في الخليج، وديك الساعه غادي نبداو نشوفوا بزاف ديال الحوايج. هنا علاش الانسان خصو ديما يخلي بلاصتو نقيه. شي مازال هنا مع ولاد بلادك غيقدروا انهم يسرطوك يندغوك، ولكن ما غاديش يسرطوك، غيدوزوها لك. ولكن راه ملي كتنوضي وكتعايري ماشي مره ماشي جوج، وكتخرجي في الاعلام الخليجي وكتحطي بنت قاصر وكتبركي تحرضيها على الام ديالها، وبزاف ديال الحوايج دارت اللي دنيا باطمه يعني ارتكبت فيهم غلط كبير، وهذا الشيء اللي خلى اصلا تكون عندها واحد الصوره اللي اصلا ما زويناش دول الخليج. يعني هذا الشيء ماشي في صالحها. يعني علاش ما كنشوفوش فنانات مغربيات اخرين انهم دايرين بلاصتهم؟ علاش؟ لان
راك حنا كنبقاو ولاد البلاد مع بعضياتنا، ولكن الناس برانيين، وبالاخص ملي كتقولي لي مغربيه اولا كتقولي لوحده كتقولي ليها مغربيه، راه بحال ما عرفت اشنو كتقولي ليها، راه بحال كتقبي لها الشوكه في عينيها. فما حسك ملي كترتكبي شي غلط، ما مره ما جوج ما ثلاثه، فراه بطبيعه الحال يعني القضيه ما كتكونش زوينه. وبالاخص الخرجه اولا التدوين ديال الاحلام اللي كتقول لحظه خروجها من السجن، يعني شنو باغا توصلي زعما؟ يعني حاجه باينه. كاينش اللي كيقول لك لا الناس فرحانين او دنيا باطمه تعاطفت مع، ورا التعاطف راه كتبات كلمه زوينه عليها وقالت لها على سلامتك، هذا هو التضامن اما باش تقول لها بلحظه خروجها من السجن زعما شنو؟ زعما نتوما الخليجيين راه يلا خرجت من الحبس. ملي كنقولوا لوحده مغربيه خارجه من الحبس في دول الخليج راه بحال ما عرفت اشنو كنقولوا ان ديك السيده راه ما مزياناش، ما كتسوى ما كتصلح. هذه هي النقطه عندهم، بالاخص ملي كنقولوا مغربيه. فعلاش الانسان ديما يخلي بلاصتو زوينه، يكون لونطوراج اللي داير بيه يكون زوين، يبعد من الاساءه، بنادم ما يسيئش، ما يعايرش بالمرض، ما يعايرش بالغلط، ما يعايرش يعني دنيا باطمه. يعني رقيه قلتي ليها العرجه، سعيده راه ما خليتيش فيها، سعيده راه ما خليتيش فيها. هالبقرة وتحطو وتنوضي تحرشي الصفحات ويحطوا تصويرة البقرة ويحطوا سعيدة زعما اش غنقول لكم؟ انسان ما بغاش يتعلم، ما بغاش يتعلم. سبحان الله داكشي. انا بعدا كنشوف فك دنيا باطمه داكشي كله كديريه في عباد الله كيرجع لك، والله هادشي زعما مريم سعيد بسبابك بداك الفقصه وبداك هذاك الشيء خرج فيها مسكينه البرص. يعني حتى انت خرج فيك عايرتي سعيده بالبقره، تتي وليتي ما غاديش نقول لك بقره ولكن وليتي غليظه. يعني الانسان علاش وكايه؟ علاش ما يراجعش اوراقه؟ ولكن برك شي عام ديال الحبس دايره ما بين ربعه الحيوط وما قدرتيش انك تفكري وتحسني من اغلاطك وتقولي انا هادشي ما عندي ما ندير به، وان دوك الناس اللي كيحسبوا راسهم انهم نقافات ديالي كيدافعوا ليا انا ما عندي ما ندير، ما قدرتي حتى اصلا تشكري الناس. سعد المجرد اللي فين تبان، يعني راه ما غاديش نديروا المقارنه ولكن كيبقى نيفو عليك. وكنشوفوه في المحنه ديالو ساو فاش كان الحكم وداكشي وخرج وشكر الفانز ديالو، يعني كان يعني انسان مؤدب محترم. باش تخرجي باش تسكتي الناس بدك، هذه راه الناس اللي واعيين والناس اللي هذا راه ما مسروطاش ليهم داكشي اللي درتي البارح، وزائد انك ما قدرتيش تقولي في حقهم حتى كلمه. يعني انا ما كنهضرش على الهايش المايش اللي باغي غير يشوف دنيا باطمه كتعاطى ودنيا باطمه كتكلاشي وداكشي، هذاك ما كنهضرش عليه بطبيعه الحال. المهم اخواني اخواتي، يعني كنشوفوا انه هاد الخرجات ديال الاحلام اخواني اخواتي يومي العيدان ما كانوش بواحد النيه اللي هي زوينه، كانت فيهم رساله على انك تشوفي انت كيف ما حرمتي منى الصابر من وليداتها. ما غاديش نقولوا حرمتيها 100%، ولكن كان عندك دخل في داك الشيء اللي ارتكب الطليق ديالك اللي هو حلو في الغيس. فحتى انت ربي حرمك من وليداتك عام وما شفتيهمش عام. فرا الام لا تعوض، يعني واخا انت كنتي باغا ديري فيها واعره وباغا ديري تباني انت هي الام ديال حاله الترك وما عارفين اشنو باغا ديري، لا راه السيده عندها ام ديالها، وفي الاخير راه كلشي داز وتصالحت مع امها وبقى عندها مشكل مع باها، ولكن الام ديالها راه تصالحت معاها. وهادشي اللي طبيعه الحال كنا كنبغيو، كنا بغينا ان البنت تصالح مع الام ديالها. فكما تدين تدان، والحياه دواره والسمطه كدور ولكن البزيم قاصح. اذا اخواني اخواتي هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، خليت لكم الراحه في امان الله، وما تنسوناش باللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى اللقاء.